السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ قبل اي حاجة نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنعمل النهارده ان شاء الله طريقة الشوكولاتة، ان شاء الله تنفع سندوتشات تبقى عاملة زي المولت واحلى ان شاء الله. معانا كوباية حليب، معانا ربع كوباية كاكاو، معانا 3/4 كوباية زيت، ومعانا سكر في الخلاط. اول حاجة ان شاء الله نعملها، معانا اول حاجة نقول بس الاول الكاكاو دوت فاتح، تمام؟ عشان ما تجيبوه ده فاتح، كاكاو فاتح اللي هو الشوكولاتات ما ينفعش، عشان في كاكاو غامق اللي هو بتاع الشرب مش بيبقى حلو، بيبقى ممرر. تمام. هنعمل ايه؟ اول حاجه هنعملها هنحط السكر في الخلاط. السكر على حسب ما انتوا عايزين التذوق. هنحط اللبن الاول نضرب كويس ونستطعمه ونشوف طعمه. بعد كده الكاكاو نضربه معاه. بعد كده ايه هنوريكم احنا بنعمل. دلوقتي احنا حطينا اهو السكر في الخلاط، حطينا عليه اللبن، هنضربه كويس لغايه ما يدوب. بعد كده نحط الكاكاو. دلوقتي احنا هنحط الكاكاو اهو وهنضربه كويس. وفي معلومه عايزه اقولكم عليها، لو انتوا عايزين تزودوا كميه اللبن بشويه ميه برضك مفيش مشاكل، بس المهم هو زيت، هو انا اللي هيدي قوام الشوكولاته، وهوريكم ازاي ان شاء الله. دلوقتي احنا ايه هنفتح بس الخلاط من فوق هنا اهوت، وبالراحه كده هنحط الزيت سنه سنه. علشان ايه؟ عشان بس الخليط بتاعنا نحط الزيت لغايه ما ايه الخليط بتاعنا يتقل. هو كده خليطنا دايب، هنحطه وهرجع. الشوكولاته بعد ما خلصت اهيت، شايفين قوامها لسه تحط كمان في التلاجة هتتقل اكتر. تمام. احنا حطينا زي ما قلنا لكم 3/4 كوبايه زيت، على حسب برضك ما تاخد معاكم، على حسب القوام، بس يستحسن يكون زيت نضيف مش بتاع التومين يعني. وحطينا السكر برضك على حسب التذوق، بس اول حاجه بنحط السكر وبنحط اللبن، نحط الكاكاو نضربهم كويس مع بعض. تمام. كل ما تزود الكاكاو بيبقى طعمها احلى من قلب الشوكولاته. تمام. وبنحط زي ما عرفتكم كده الزيت، بتحط واحده واحده لغايه ما القوام بيديكوا التقل اللي انتوا عايزينه دوت. كل ما تحط زيت اكتر بتتقل اكتر. تمام. ان شاء الله تعجبكم ان شاء الله. ان شاء الله متنسوش بقى تعملوا ان شاء الله لايك واشتراك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.